اليوم طبعا كانت لي زيارة خاصة. قلق وعدم الراحة طوال مدرسة صحيح أن لها دور، ولكن متابعة الأسرة والانتباه للأمر هذا من خلال خبرتنا مع الطلاب. وجدنا أنه يعني طلابنا أكثر المشكلات اللي يعانون منها هي مشكلات نفسية، الأغلبية يعني من المشاكل. طبعا لما كنا مدرسين ما كنا ندري في خبايا الطلاب من مشاكلهم اللي يعانون منها بشكل أدق إلا لما وصلنا إلى الإدارة المدرسية. يعني الله يذكره بالخير، واحد من الربع قال لي لما شاف بعض المشاكل اللي مر فيها قال أنتوا دخلتوا بيوت الناس. لما وصلنا في مدراء مساعدين ومدراء مدارس. ليه؟ لأن ولي الأمر صار يواجهني مباشرة، وصار يجيني يقول لي شنو المشاكل اللي عنده عند ابنه أو عنده في البيت. يعني احنا قريبين جدا من الأسرة، يعني أمانة قريبين جدا من الأسرة، لدرجة أن احنا الأسرة نفسها تصارحنا بمشاكلهم لأجل نساعدهم في علاج المشاكل اللي يواجهونها. فنتمنى إن شاء الله أن أولياء الأمور يتداركون كثير من الأمور المتعلقة في أبنائهم، سواء كانوا يمرون في مشاكل أسرية متعلقة بانفصال الزوج عن الزوجة، عدم وجود ولي أمر لا قدر الله يعني متوفي أو أم متوفية، يراعي أيضا ظروف. طبعا هذا الكلام للأسرة وما يحيط بالأسرة من أسرة أشمل أو أكبر. من أهم المشاكل الأخرى اللي يعاني منها أبنائنا الطلاب مشكلة تأسيس الطلاب في المرحلة الابتدائية. أحيانا يكون فيه قصور، ما نتهم الإدارات المدرسية أو المدرسين أو المدرسات، ولكن يحدث قصور يعني بشكل عام. يعني مرون علينا حالات كثيرة يصلون إلى مرحلة المتوسط بصفتي، يعني أنا مدير مرحلة متوسطة، يصل الطالب إلى المرحلة المتوسطة مو متأسس في القراءة ولا في الكتابة، في مواد أخرى علمية غير متأسس فيها. المدرسة صحيح أن لها دور، ولكن متابعة الأسرة والانتباه للأمر هذا لا يتراكم على أبنائكم مع مرور السنوات، راح يصعب علاجه بعدين. فأتمنى أن كل أسرة تنتبه لموضوع تأسيس أبنائها التأسيس الصحيح من أوائل السنوات. في المراحل الدراسية الأولى في حياتهم يجب تأسيس أبنائكم على تعلم القراءة والكتابة، والتأكد من تجاوز هذه المرحلة مع بدايات سنواتهم الأولى في المراحل التعليمية إن شاء الله.